حين بدأ هذه الوصفة بإضافة 8 بيضات إلى ماء مغلي. الآن فقط انتظر 5 دقائق وشاهد السحر يحدث. ستطهى بيضاتك في هذا الماء الساخن، وفي هذه المرحلة بيضاتي أصبحت شبه جاهزة. لتسريع العملية يمكنك كسر البيض إلى نصفين وطبخه لمدة 3 دقائق إضافية. من المهم جدا إزالة كل الماء. الآن فقط ضعها جانبا وسنواصل وصفتنا. تابع الوصفة بإضافة بعض الزيت إلى المقلاة، لذا أضف قطعتين من الثوم المفروم. الآن فقط قم بتشويحها واجعل رائحة مطبخك رائعة. من فلفل أخضر حلو مفروم ونصف فلفل أصفر حلو مفروم. أضف حبة طماطم مفرومة فقط وحرك كل شيء وقلب المكونات جيداً. سنضيف نصف ملعقة صغيرة من الملح وبعض الأوريجانو وقليل من الفلفل الأسود. جميع التوابل اختيارية. الرائحة هنا مذهلة للغاية، لذا سنقوم فقط بإطفاء النار ونضع الخليط جانباً. الآن فقط ضع البيض في طبق. كما ترى البيض الآن خال من الماء. الآن بعد أن انتهيت حان وقت إضافة باقي المكونات. سنضيف بعناية تتبيلة الخضار فوق البيض. تكون هذا لذيذا جدا جدا. ننهي فقط برشة صغيرة من البقدونس. عائلتي تحب هذه الوصفة، دائما ما أحضرها في المنزل. هذه وصفة بيض لذيذة وملونة وصحية. هل يجب أن نجربها الآن؟ من المؤكد أن هذه الوصفة الصحية تستحق التجربة في المنزل وستتفاجأ بالنتيجة. استمتع.